السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي قضيه جديده. اليوم غنهضروا على قضيه اختفاء واحد البنت. هاد القضيه بصراحه مختلفه على القضايا اللي كنت كنقدمهم، لانها قضيه معقده وفيها بزاف ديال التفاصيل. الا بغيتوا تعرفوا التفاصيل ديالها تابعوا الفيديو للاخير. نبداو القصه ديالنا. مونيك دانييلز، بنت من مواليد 16 شهر يونيو 1976 بمدينة مور في ولاية أوكلاهوما الأمريكية. مونيك كانوا عندها 3 ديال الخوت، 2 ولاد وبنت، وهي الرابعة. كانت هي الكبيرة فيهم. أما الأم ديالها فكان سميتها كانديس. كانت هي اللي مهتمة بولادها من نهار انفصلت على باباهم، وكانت كدير ما في جهدها تخليهم ما يحسوش بغياب الأب. دازت مدة على انفصالها وتعرفت على راجل آخر، تزوجت به واستقر معها ومع وليداتها، وولدت معاه 2 وليدات. هاد الزوج ديالها الجديد كان سميتو تشاك دانييلز، تزوج بها في سنة 1992 بالضبط. في بداية العلاقة ديالهم كان ظريف معها بزاف ومع وليداتها، ما كانت بيناتهم حتى مشاكل. مونيك في هاد الوقت كانت مراهقة في عمرها 15 عام. كانت فرحانة بزواج الأم ديالها لأنها وخوتها كانوا كيحسوا بتشاك بحال باهم، كان مزيان معاهم. المهم الأصدقاء ديال مونيك كانوا ديما كيمدحوا فيها، كانت ظريفة ومتواضعة ومزيانة مع الجميع، ما كان عندها حتى مشكل مع حتى شي حد. كانوا عندها بزاف ديال الأصدقاء. واحد النهار غيكتشفوا عائلة مونيك واحد السر عليها اللي كان سر صادم بالنسبة ليهم، واللي خلاهم يبدلوا معاملتهم الزوينة معها لمعاملة خايبة ويوليو قاصحين معها بمعنى الكلمة. اكتشفوا ان مونيك دارت غلطة كبيرة بسبب الطيش ديال المراهقة. حملات في عمر 15 عام، وبسبب ضغط الاهل اللي كانت كتحس به مونيك وكذلك الحقرة والتهميش، قررت انها تهرب من دارهم لانها حست انها ما بقات عندها بلاصة في ديك الدار، وانها غير مرغوب فيها بتاتا. هربت لعند صاحبتها، دوزت شي اسابيع عندها، جاها الملل وتوحشت دارهم. قبل ما تمشي لدارهم اكتشفت امها بلاصتها وانها عند صاحبتها. جات هي وراجلها وداوها، وبسبب هاد الهروب ديالها ملي رجعوها للدار ولاو عنيفين معاها بزاف، سوا راجل امها ولا حتى امها. حتى الخروج ما بقاو كيخليوها تخرج بوحدها، ولات محبوسه في الدار طول الوقت. اما الطفل اللي كانت حامله به فرضوا عليها دارهم انها دير ليه اجهاض، وفعلا داكشي اللي كان داوها للسبيطار ودارت اجهاض. هاد الشيء اثر فيها بزاف وفي النفسيه ديالها، لانها كانت في عمر صغير والاجهاض ما سهلش. المهم الكنيسه اللي في الحي ديالهم قرروا يديروا رحله مده اسبوع. قررت كانديس تدي معها ولدها وبنتها، اما مونيك وجوج خوتها الاخرين قررت تخليهم مع باهم تا ترجع من الرحله. فرحوا الاطفال ديالها وبداو كيوجدوا باش يمشيو للرحله. الاب بقى في الدار هو وجوج ديال التوام، ومونيك دوزات كانديس سيمانه ديال التفواج هي ووليداتها بجوج في الرحله وبدلوا الجو. النهار اللي رجعوا للدار تفاجئوا بمنظر غريب. اول ما دخلوا للدار تفاجات الام وولادها بالدار دايره بحال شي مزبله حاشاكم، عامره قراعي ديال الشراب وبزاف ديال الازبال. وهذا الشيء ما مولفينوش، الدار ديما كانت نقيه ونظيفه ومجموعه من الكركبه. الام استغربت ولكن سكتت ما بينات والو. خرج راجلها من البيت وجاي يسلم عليها، قال لها راه مونيك ما كايناش، راه هربات عاوتاني. دازت مده ومونيك ما بانش ليها الاثر، ولكن واحد النهار توصلت امها برسائل جاوها من مونيك كاتبه فيهم انها بخير، وقالت كذلك انها تزوجت وولدت بنت وانها فرحانه ومرتاحه في حياتها. رغم هاد الرسائل الا ان خالت مونيك ليزلي ما مصدقاش انهم منها وانها هي اللي مصيفطاهم. شكات تكون اختها دارت شي حاجه لبنتها بمساعده الزوج ديالها. اول حاجه دارتها ليزلي هي انها قالت لاختها كانديس اعطيني الرسائل ديال مونيك بغيت نقراهم. توحشتها وطلبت منها كذلك انها تعطيها رقم البلاغ اللي دارته عند الشرطه ملي اختفت بنتها. الام كانديس عطات ليزلي الرسائل، ولكن رقم البلاغ ما بغاتش تعطيه ليها في الاول. قالت ليها ليزلي راه مهم داك الرقم باش نقدروا نعاودوا نقلبوا على مونيك، ما تعرفي ربما نتوصلوا لمكانها ونردوها للدار. وافقت كانديس اخيرا وعطاتها رقم البلاغ. الخاله ليزلي مشات لدارها، دخلت تبدل حوايجها، خرجت لقات الرسائل تسرقوا من دارها وكذلك داك الرقم. استغربت علاش غيسرقوا ليها هذا الشيء وشكون اللي سرقهم. مشات لمركز الشرطه. ملي سولات الشرطه على داك البلاغ قالوا ليها حتى واحد ما جاب بلغ باختفاء مونيك دانييلز، بمعنى ان ام مونيك كذبات على اختها ليزلي وما بلغتش اصلا باختفاء بنتها، اي انها
عارفة فين هي أو عارفة أش طرا ليها. ربما دازت سنوات على اختفاء مونيك. أختها أنجيليك ما قدرتش تنساها، خاصة أنها في صغرها كانت ملاحظة أن مها ورجلها حرقوا جميع صور مونيك ولاحوا حوايجها ومنعوا أنجيليك وخوتها يهضروا عليها أو يجبدوا سميتها في الدار، وهذا الشيء كان غريب بالنسبة لأنجيليك. من بعد ما كبرت أنجيليك قررت تعاود تجبد موضوع أختها وتبدا تقلب عليها. هربات لعند خالتها ليزلي، تماك اعترفت ليها بواحد الحاجة غريبة. قالت ليها أنا اللي كنت نكتب دوك الرسائل اللي ظنيتي انتي والجيران أن أختي مونيك هي اللي مصيفطها. قالت بلي راجل أمها هو اللي فرض عليها تكتبهم وكان كيهددها وخافت منه ووافقت تزور رسائل على أنها ديال أختها. تعصبات خالتها ليزلي ومشات كتجري لمركز الشرطة، عاودت ليهم داكشي اللي طرا. المشكل اللي لقاو الشرطة في هذه القضية أنه ما لقاو حتى دليل مقنع ضد ديك العائلة اللي هما الأم والزوج ديالها، رغم أنهم شاكين وشبه متأكدين أنهم السبب في اختفاء بنتهم. أما أنجيليك ما بغاتش ترجع لدارهم، خافت يطرى ليها ما طرا لختها. حاولوا دارهم يردوها بشتى الطرق ولكن والو. من الأشياء الغريبة والعجيبة النهار اللي هربت فيه أنجيليك من الدار هي أن الأم والزوج ديالها قرروا أخيرا يبلغوا الشرطة، ماشي باختفائها هي وإنما باختفاء أختها مونيك اللي دازت سنوات على اختفائها وما بلغوش عليها من قبل. تصرفاتهم كلها كانت مثيرة للشكوك. هاد الشي داروا غير باش ما تفضحهم أنجيليك. باش ما يتفضحوش هي وخالتها داروا لقاء صحفي وعاودوا على القصة ديال اختفاء مونيك. خافت الأم وكذلك الزوج ديالها. هاد الشي خلاهم يخويو البلاد كليا، مشاو لألمانيا واستقروا تماك. أما أنجيليك وخالتها بقاو مصرين على البحث على مونيك، ما استسلموش. دازت سنوات. أندرو خو أنجيليك ومونيك كبر، اتصل بأنجيليك وبقى تيبكي عليها. تخلعات عليه، قالت ليه مالك ياك لاباس، اشنو طرا ليك؟ قال ليها خصني نتلاقى بك، ما بقيتش قادر نخبي هاد الشي، عندي اعترافات خطيرة، ضميري كيأنبني، ما بقيت قادر نسكت. قالت ليه اجي عندي لدار خالتي نهضروا، غتلقاني كنتسناك. وفعلا مشى لعندها، بدا كيعاود ليها على الاحداث الغريبه اللي وقعت النهار اللي سافرت هي والام ديالها وخوها للرحله ديال الكنيسه. قال ليها غير خرجتو من الدار دخلنا حنا جلسنا شويه، بدا بابا كيخاصم على مونيك، ناض بيناتهم الصداع والدبزو، بقى يغوت وهي تغوت. قال اندرو سالات هاد المشاجره بيناتهم، مشينا حنا للغرف ديالنا. شويه جا عندنا بابا وقال لنا واش تبغيو نمشيو للصيد. استغربنا لان الجو كان خايب، ما كانش صالح للصيد. قال لنا ودعوا اختكم باش نخرجوا. قال خوها ملي دخلنا نهضروا مع مونيك ما كانتش كتجاوبنا وما كانتش كتحرك، كانت بحال شي صنم وكانت الحاله ديالها مبهدله وشعرها كان مشعكك. خرجنا ولكن ما داناش با لرحله الصيد، وانما دانا كلينا في واحد المطعم ورجعنا للدار. ملي وصلنا حدا باب الدار قال لنا با بقاو هنايا واحد شويه تنرجع لكم. خلانا في الطوموبيل ودخل الدار، تعطل فيها تقريبا شي ساعه. من بعد خرج من الدار عيط علينا ودخلنا. دخلت كنجري للطواليت هو يحبسني، قال لي بلاتي دخل الطواليت بحال الا خبى شي حاجه، عاد خرج قال لي يلاه دخل. ملي دخلت انا للطواليت حسيت بلي كاين معايا شي حد تماك، لان الستاره ديال الدوش كانت مغطياه. بغيت نطل في الدوش نشوف شنو فيه، ما قدرتش، كنت خايف. المهم قضيت حاجتي وخرجت من الطواليت. بقى بابا حبسنا في البيت يومين، ما خلاناش نخرجوا منها، ولا كيجيب لينا الماكله وكيحطها لينا ناكلها فيها. النهار الثالث سمح لينا نخرجوا منها اخيرا، وفي داك النهار بالضبط لفت انتباهنا واحد البرميل كبير خرجوا با من الدار داه وما عرفناش شنو كان فيه. المهم هادشي اللي عاود خو انجيليك ليها هي وخالتها، بالرغم من ان انجيليك وخوها وخالتها مشاو عاودوا هادشي للشرطه، الا ان الشرطه ما قدروا يديروا والو وما اعتقلوش زوج الام. قالوا حكا ما حكا الادله ما كافياش، رغم ان كل شيء كان واضح. انا في نظري ان زوج الام كان على علاقه مع بنتها وهو سبب الحمل ديالها الاول. ربما النهار قررت تعترف لامها وتفضحو، قرر هو يتخلص منها باش يسكتها بشكل نهائي. المجرم ما تعاقبش وباقي حر طليق، والبنت مفقوده لحد الان تحد ما عارف مكان جثتها. وصلنا لنهايه القصه ديالنا، نتلاقاو في فيديو جديد وفي قضيه جديده ان شاء الله. في امان الله.